سلام من الله عليكم متابعي قناة ماذا يحدث. من الفنانين الذين وقعوا ضحية في برنامج رامز تحت الأرض هو النجم الجزائري الشهير الشاب خالد، بحيث أن الحلقة التي ظهر فيها اعتبرت واحدة من أقوى حلقات البرنامج بسبب ردة الفعل النجم الذي حاز على إعجاب الملايين من المشاهدين. ولكن المفاجأة حصلت بالتحديد الجزء الأخير من الحلقة بعد اكتشاف الشاب خالد طبيعة المقلب الذي فعل به رامز جلال، وبعد أن جلس في رمال الصحراء ليراوي الشاب خالد تفاصيل التجربة الصعبة التي خاضها في المقلب. ولكن الغريب في الأمر هو بعد ظهور رامز جلال وهو يحمل ورقة التي حصل عليها من أحد مساعديه خلال مناولته للنظارات الشمسية، وهذه الورقة ظهرت أيضا من قبل مع رامز في الموسم الماضي من البرنامج رامز بيلعب بالنار خلال استضافته للفنان الكوميدي المصري بيومي فؤاد. وفي هذا البرنامج أيضا تكرر السيناريو وكثرت تساؤلات هذه الورقة حول ما كتب بداخلها، وهل هي الأسئلة التي تم إعدادها لكي يلقيها رامز على شاب خالد، أم أنها العقد الخاص بالحلقة الذي سيوقع عليها شاب خالد. وفي حلقتنا اليوم إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى اللايك والاشتراك. هذه النسخة مرسولة إلى قناة مشاهير المستقبل.